أنا هنا ضفت حتة شحمة حلوة للأكل تديله نكهة حلوة طعمه حلو. هنزل عليها بالبصلة والثومة مع بعض وأرمي شطة تاني أهو. دي عادي ست الكل. الطماطم بعد ما تصفي اهي هسيبها طبعا براحتها على النار تاخد وقتها. ادي ست الكل الصلصة بتاعتنا اتسبكت. شلنا البطاطس غسلناها وسوت البطاطس بتاعتنا. شوية الشوربة الأخيرة دي الملوخية هنقيها ونخرطها. حاجة مش جديدة عليكم أي نعم. أنا خرطت الملوخية نص خرطة أهو، سايباها خشنة طبعا عشان هعملها بالمفركة. إحنا عندنا في الصعيد في ملوخية. أنا ضفت ترتوفة صغيرة على المعلقة، على سن المعلقة كربوناتو عشان يحافظ على لون الملوخية. شوربة غدر كده. الملوخية خدت الفورة والغلية بتاعتها حلو اهو. نضيف التومة دلوقتي الملوخية. هنا دي لوبيا عملت لها البصلة والصلصة بتاعتها لوحدها كده. عملنا أجمل ملوخية والطعم تحفة واللون تحفة. اللهم بارك. اتفضلوا معايا. حمر الشعرية يا باشا. هذا حمر شعرية في الشوربة على طول. ادي الرز وجمال الرز بتاعنا. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. ومسكه ختام عند محضرة سيدة الطعام يبقى كلنا جاهزين للغدا. جمال العيش الشمسي مع أحلى أكل، أحلى طعم بالعيش.